عليكم، ازيكم يا اخواتي. دلوقتي هنعمل حاجه اسمها تورلي، يعني حاجه حلوه قوي. بيبقى عباره عن بصل اهما، بصلتين كبار وفلفلتين كبار وثلاث بطاطسيات ونص كيلو. عملت نص كيلو اهو بسله على جزر، وعملت نص كيلو كوسه. بس طبعا انا ما فيش فاصوليا عشان كده ما لقيتش، بس لو في فاصوليا خضراء هتبقى زي العسل. ونعمل باللجنتين، بس هنحمرهم في الزيت، وهنجيب طاقه وهنجيب حله وهنحط فيها حبه زيت ونرجع لكم تاني. نحط اهو البصل. بسم الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. حطينا البصل اهوت كده اهوت، وعليه الفلفل. ادينا حطينا الفلفل اهوت، وهتحطي تومتين. دقيقه واحده هجيب التومتين وارجع لكم تاني. دلوقتي 3 تومات اهما هنعملهم اهما، بس لازم تقطعيهم كده اهما، ما تدقهمش بالهون، هتعمليهم كده اهو عشان يخلوا الاكل طعمه حلو. هتقوم مقطعاهم كده اهو، وتقعدي تقلبي بقى كده اهو، يقعدوا يتشوحوا شويه اهو. وهنجيب صلصه الطماطم، هناخد منها معلقتين، خليكم معايا. وهنحط مرقه الدجاج اهي. هحط 2 مرقه دجاج كده اهو، وتسيبيها تقعد تتشوح كده اهو على النار اهو. اللهم صل على النبي، الله اكبر اهو. وبعد كده خليكم معايا، هنحط البسله اهي. اللهم صل على النبي اهي. هنروح حطاها كده اهو. وبعدين هنحط البطاطس اهي. احنا حطينا البسله الاول شويه، وبعد كده هنقلب فيها البطاطس. هتقعدي تشوحي فيهم كده اهو على النار. اللهم صل على النبي. هتفضلي تشوحي فيهم. ودلوقتي هنجيب الكوسه اهي. الكوسه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهو. هتشوحي فيهم شويه على النار وارجع لكم تاني اهو. هتشوحي كده اهو، اللهم صل على النبي. هتشوحيهم شويه اهو. وبعد كده ارجع لكم تاني. كده هنحط القوطه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. حطينا القوطه اهي. اللهم صل على حضره النبي محمد اهي. حطينا القوطه. وبعد كده هنجيب اللحمه. اللهم صل على النبي اهي. اللحمه اهي، اللهم صل على النبي اهي.
هتروحي حاطه اللحمه اهي، هتحطي نص كيلو لحمه حلوين زي العسل اهو، تحطيهم اهوت. وتسيبيهم ياكلوا شويه ونرجع لكم تاني. دلوقتي اهو عملناهم، بعد اهو نفضيهم كده اهو. اللهم صل على حضره النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، اللهم صل على النبي. هتقوموا تروحوا مفضياهم كده اهو اهوت. اللهم صل على النبي. ادي الصينيه اهي عملناها، وبعد كده هتروحي حاطه عليها الباذنجان اهوت، واحده واحده كده اهو اهوت على الوش كده اهو اهوت. ترصيهم كده اهو. دلوقتي رجعنا لكم تاني، حطيناها اهي في الفرن لمده ربع ساعه، وبعد كده هنفتح عليها الشوايه نحمر وشها، وهي تبقى زي كده، تبقى حلوه اهي. وبعد كده ماشي، وبعد كده لولو بقى هتقول لكم الفزوره. هقول لكم فزوره، واستنوا مني كل يوم فزوره، ونشوف مين اللي هيعرف يحل الفزوره. ما هو الشيء البيتزا اللي ليه سنين كتيرة لكن مش بيعض؟ ما هو الشيء اللي ليه سنين كتير لكن مش بيعض؟ واللي يعرف حل الفزورة يكتبها في الكومنتات. باي.